عشان يمسك المجرمين ضابط الشرطه قرر يركب كاميرا مزيفه على العارضه فوق الباب، وكان عاملها عن قصد، وده لان مركز الشرطه كان اتخرب قبل كده على ايد شويه بلطجيه من المنطقه. هو كان عارف مين اللي عمل كده، بس ما كانش عنده اي دليل يثبت عليهم حاجه. حاول يطلب كاميرات مراقبه من الجهات الاعلى، لكن قالوا له مفيش ميزانيه، فما بقاش قدامه غير حل واحد، اشترى كاميرا وهميه وركبها عشان يدي احساس ان المكان متراقب. وفعلا اول ما الليل دخل والبلطجيه بداوا يعملوا دوشه حوالي المركز، لمحوا نور الكاميرا اللي بيومض، فاتخضوا واتلخبطوا في بعضهم فورا. تاني يوم لما جاك شاف الطوب المتكسر والمرمي على الارض، فهم ان في حراميه جم بالليل، فراح على عمده القريه وورى له صور كان مجهزها من قبل، وقال له ان دول المشتبه فيهم اللي الكاميرا صورتهم امبارح. لكن العمده اكد ان الاشخاص دول مش موجودين اصلا في القريه. من غير ما ياخد باله رد فعل العمده ده خلى البلطجي اللي واقف جنبه يتوتر ويغلط في كلامه. فضل يقول انه ما عملش حاجه، لكن مع ضغط اسئله جاك عليه بدا يتلخبط وكلامه بقى مش مفهوم، ومن الخوف اعترف بسرعه، وكمان قال على اسامي اللي كانوا معاه. في اللحظه دي العمده اتدخل فجاه وقال لجاك يمشي ويسيب له الموضوع وهو يتصرف، بس جاك ما عجبوش الكلام وقال له مش كنت واثق من شويه ان مفيش حد بالشكل ده في البلد؟ لكن العمده ما رجعش في كلامه وطلب الصور من جاك باصرار. المفاجاه كانت لما فتح الصور وما كانش مصدق. الصور ما كانتش غير مناظر طبيعيه عاديه، واضح ان جاك كان كذاب في الحته دي. العمده اتضايق جدا وحس ان مكانته كمسؤول في القريه اتهزت، وان تصرف جاك كان غلط، وساب المكان وهو متعصب. في نفس الوقت لما باقي البلطجيه عرفوا باللي حصل غضبهم زاد اكتر، وعلشان ينتقموا من جاك بعتوا واحد يراقب مركز الشرطه، ولما اتاكدوا ان مفيش كاميرات مراقبه حقيقيه جوه اتفقوا على خطه. لبسوا لبس عمال وشالوا شكاير كبيره وراحوا على المركز على طول. في الاول جاك ما خدش باله من حاجه، لكن حاجه كانت واقعه على الارض لفتت نظره. وطي مسكها وقربها من مناخيره يشمها، وفي اللحظه دي فهم فورا ان في حاجه غلط بتحصل.